السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الحادثه وقعت البارح عشيه البارحه في ولاد يوسف باقليم بني ملال. واحد الشخص طلع لواحد الشاطو تقريبا 40 متر ديال العلو، وطلع كيطلب باش يتفتح تحقيق في وفاه والده المتقاعد الجندي. هذا السيد هذا كما قلت لكم باه كان متقاعد جندي وتوفى على حد قوله هو بظروف غامضه، وكيطلب باش يتحل تحقيق ويتدار ليه تشريح طبي. وكما تيقولوا بعض الشهود تقريبا 17 اليوم وهو طالع فوق هذا الشاطو هذا ومعتصم فيه لحين تلبيه الشرط ديالو. والبارح جاو الوقايه المدنيه باش يلحقوه ويهبطوه من داك الشاطو، فصيفطوا واحد من فرق الانقاذ طلع من السلم كما كتشوفوا، طلع جبدو دار راسو كما تيقولوا، دار راسو بانه عيان، طلع باش يجبدو. كي وصل صافي بدا تيهبط عليه بواحد الحديده على يديه لا راسو لا ظهرو، مسكين شبعوا عصا. ولكن لولا الالطاف الالهيه ولله الحمد السيد ما توفاش. وبعد ما لاحوا من فوق الشاطو ورجال الانقاذ داروا واحد ديك الناموسيه اللي كتكون فوخه، حطوها لتحت هي فاش طاح. ملي لاحوا السيد اللي الفوق اللي سميتو بوعبيد لاحوا وطاح في ديك الناموسيه ونقلوه على وجه السرعه للمستشفى، الا انه تعرض للكسور. تيقولوا بانه حالته مستقره ولله الحمد. وبعد ذلك استمرت المقاومه تاع هذا السيد هذا بوعبيد حتى الليل، بعد ما حصروه بالدرك الملكي والوقايه المدنيه باش يهبطوه من داك الشاطو. بعد ما جابوا واحد الرافعه طويله باش يهبطوا ويوصلوا ليه تما لعندو، حاصروه وبدا هو تيقاوم، تيضربهم بالحجر بالحديد بالعصي. المهم تحبس السيد ما بقاش منين يهرب، دار واحد الحبل لوا على عنقو وحاول ينتحر من فوق الشاطو. بعد ما حاصرت القوات المساعده والدرك الملكي صافي قرر باش يتلاح. وملي تلاح من هذا الشاطو هذا بقى معلق بداك الحبل، ولولا سرعه رجال الانقاذ لا مات في ديك اللحظه. ولكن السرعه كما قلت لكم واحد من رجال الوقايه المدنيه قطع الحبل وهو يطيح ونقلوه بسرعه للمستعجلات. كيقولوا بانه حالته خطيره. بعد ما نقلوه للمستشفى باقليم بني ملال يقولوا انه حالته خطيره. ولكن كما قلت لكم الشرط الوحيد باش يهبط من تما خاص يلبيو ليه الطلب الوحيد ديالو انه واللي وهو يفتحوا تحقيق في موت الوالد ديالو. غادي نخليكم تشوفوا التصريح تاعو واش كان تيقول هذا السيد هذا بوعبيد من فوق داك الشاطو. غادي نخليكم تشوفوا الفيديو وما تنساوش دعمونا بلي لايك باش نستمر معكم. نخليكم مع الفيديو. ما بغاش يطلعوا الناس كنا شوف باغيني نموت ولا نطيح ولا شي لعبه. ما طيحيش وحتى الهود ما عمرك ما باغي تشوفني. ما طيحيش يا ولد ما طيحي ما هو سلام. راه اللي باغي نهوما. وشوف ما طيحيش تلا جاب الله الموت تما موت تما. ما طيحي ما والو. تشدوه خليه والله اخويا لا تعصروا بالله. خليه مزيانين. عرفتي شحال فيهم واحد ديال ثلاثه ديال بني ملال. ونشوفوا هادو شكون اللي يديرهم، شكون اللي حاطهم لنا هنايا. راه خرجوا على قوم هادو ويحيدوهم يمشيو واه وتنزلي. عاش الملك. واش تنزلي واش لا حيدو ولا حيدو تنزلي؟ ما تنزليش وخا يحيدو. ننزل فين غنمشي؟ غنوقفوا معاك حناشا غتوقف معنا شويه ولا ما؟ يا واش كيفاش يعمرونا وكيفاش تسمع واش هو الحل؟ يا لا جالسين واش ديروا؟ السيد كيطالب سيدنا الله ينصرو يزيد في عمرو يمد لي يديه الكريمتين من اجل فتح تحقيق في وفاه والدي الجندي المتقاعد قد مات في ظروف غامضه. تنطلب انا تصريح طبي. علاش؟ سمعت شي حوايج خطيرين واقعين.
زيد يصور. تنطالب بتسريح زيد الضيفي الوليد زيد يصور. جندي متقاعد كان خدام وفي في خدمته صاحب جلاله المرحوم الحسن الثاني قدس الله سرهما، وبقى دائم الوفاء في خدمته صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. عاش الملك. هنا كاين هذا الفيديو هذا كما شفتوا، الطلب الوحيد انه يفتح تحقيق في وفاه، في ظروف الملابسات ديال وفاه الوالد ديالو، واللي كان جندي متقاعد، واللي خدم على حد قول ديالو، خدم الوطن ديالو، خدم جلاله الملك المرحوم الحسن الثاني وجلاله الملك محمد السادس نصره الله. ومن هنا الايام القادمه غادي نشوفوا اخر التطورات ديال هذا الشخص هذا. وما تنساوش دعمونا بلي لايك ولي كومنتير، وتحياتي لكم، والسلام عليكم.